اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا هنا كيكة الزبادي. كيكة لذيذة وجميلة، وانا عاملاها هنا بمكونات صغيرة جدا، يعني كيكة صغيرة. طبعا هكتب لكم المقادير. الكيكة الوسط. تمام. هنا بقى معانا كوباية دقيق. معانا هنا ربع كوباية سكر بودرة. معانا فانيليا، معانا بيكنج باودر، معانا بيضاية، معانا كوباية زبادي. ليه بقى؟ دي كيكة الزبادي، كيكة لذيذة وسهلة. هنا بقى حطينا ربع كوباية سكر، ونزلت هنا ب5 مكعبات من الزبدة او ربع كوباية سمنة. تمام. ليه بقى؟ دي مقادير قالب صغير جدا وهتشوفوه معايا دلوقتي. واقول لكم على المكونات الاكبر من كده. هنا بقى هنضرب المكونات كلها حلو قوي، واستخدمنا بيضايه واحده عشان الكميه صغيره. لازم نضرب الكميه حلو قوي لغايه ما يبان. بقى هنا بقى انا بقول لكم ايه، دي كيكه الزبادي، مش هنحط لبن. تمام. هنضرب بقى، هنفضي هنا بقى الزبادي. انا لسه ما حطيتش البيكنج باودر، هحطه اخر حاجه. هضرب برضو كويس قوي، لازم تتضرب. ما عندكيش مضرب بيت كهربائي تقدري تضربيها بالمضرب اليدوي. تمام. كلنا كنا بنستخدم المضرب اليدوي ده قبل ما يبقى عندنا حاجة زي كده. هي بصوا القالب صغير جدا، يعني فوق ما تتخيلوا. انا رشيته، دهنته سمنة، ورشيته بشوية دقيق ونفضته كده عشان ما يلزقش فيها الكيك بتاعنا. هنا بقى انا زودت ربع كوبايه ميه. الله اكبر والله اعظم، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبده رسول الله. حطيت ربع كوبايه ميه، وابتديت انزل بقى هنا بالدقيق. يعني دقيق برضو على حسب ما هتلف معانا، لان هنا الكيك قالب صغير جدا. هضرب بقى زي ما انتوا شايفين كده. حلو قوي. طبعا احنا هنا بقى الفرن والع على درجة حرارة 180. لازم ما تعملوش الكيكه يا جماعه. انا حطيت البيكنج باودر، قلت لكم اخر حاجه. وتحطوا معلقه معلقه صغيره من الخل. تمام. اخر حاجه يعني. الفرن يكون والع. لازم قبل الكيكه ما تدخل الفرن تكونوا مولعين. ما ينفعش تحطوا الكيكه وتولعوا الفرن، هتطلع منكم هابطه ومش كويسه. تمام. هنا بقى نزلنا المكونات كلها بعد ما اتضربت. بصوا القالب صغنن عشان المكون ده قالب واحد، عشان ما حدش يجي يقول انا هقول لكم المكونات اللي هي تعمل لكم كيكه متوسطه حلوه. هنا بقى ايه هنعمل كده عشان اي هوا يخرج من اي فرقعات كده بتدخل في الكيكه تخرج. هنا بقى هنعمل صوص للكيكه الزبادي، برضو صوص كيكه زبادي. ازاي يا جماعه؟ هقول لكم ازاي. معانا اي كيس كريم جانتيه او كريم جانتيه سايب، بس ده سهل على طول. هنفضي هنا الكيس مع بعض، وهنحط هنا. انا حبيت اعمله لكم برضو نسهل الدنيا مع بعض. ما حطيتش لبن، وحطيت هنا ربع كوبايه ميه صغيره، وحطيت كيس فانيليا. هضربه حلو قوي لما القوام يتقل معانا. والكينج بتاعنا بقى ايه؟ الزبادي. هنحط كوباية زبادي صغيرة. يبقى ده ايه؟ ده الصوص بتاع كيكة الزبادي. وانا عندي الفراولة اللي انا كنت عاملاها معاكم. الفراولة كنت عاملاها معاكم على القناة. لو دخلتوا هتلاقوا وصفة الفراولة. تمام. هنفضي هنا معلقتين من الفراولة. انا لسه هحط الزبادي. هحط الزبادي، هنضرب كويس قوي. ماشي. اخر حاجة هحطها معلقتين فراولة. صوص طعمه جميل وجديد بجد، كان جميل قوي. جربوها وان شاء الله هتحبوها. واللي يجربها يكتب لي في الكومنتات ايه رأيكم فيها. انا بقرا تعليقاتكم كلها. اللي بيكتب لي حاجة انا بقراها، وقولوا لي انتوا من انهي بلد. وهنضرب بقى هنا كويس قوي. وبعد ما اضربها انا هحطها في التلاجة من تحت، مش في الفريزر. هي اصلا متماسكة، انا مش عايزاها متماسكة جامد.
لغايه ما الكيكه تطلع وتبرد وكده. وهكتب لكم بقى المقادير الكيكه الاكبر في صندوق الوصف في صندوق الوصف. بصوا الكيكه هنا طلعت بجد، كانت ريحتها جميله جدا. اللي حابب بقى يقسمها ويحشيها من النص، حابب مش حابه تقسميها حطيها من من فوق الوش. هتشوفوا معانا الطريقه سهله وبسيطه جدا. بس مش تخرج من الفرن تقسميها والكلام ده، لا لا. لازم تسيبي الكيكة تبرد، سيبيها ساعة على الأقل أو أكتر كمان. ولو انت مستعجلة كفاية عليها ساعة، سيبها تبرد وقسميها بالراحة. وهتحشيها كده من النص. هتبتدي بقى هنا تنزلي بقية صوص الزبادي. زي ما احنا صوص الزبادي بالفراولة. يعني انا عايزة اقول لكم انا مش عارفة باين عندكم ولا لا، الفراولة كان فيها قطع. لان الفراولة دي انا اللي عاملاها في البيت، فكلها قطع فراولة. اللي بنجيبها من بره كلها جيلاتين والكلام ده. فاستغلوا موسم الفراولة اليومين دولت وهاتوا واعملوها في البيت، بجد احسن وانضف. وبتحس ان انت بتاكلي فراولة مش بتاكلي جيلاتين كده والكلام ده. بصوا منظرها بقت تحفة، وعايزة اقول لكم طعمها بجد خطير خطير. اتمنى تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات. واهم حاجة ما تنسوش اللايك 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 والاشتراك. ودعمونا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. والمقادير بتاعة الكيكة الأكبر هتلاقوها في صندوق الوصف. خش على صندوق الوصف هتلاقيني كاتبة المقادير بالظبط. هنا بقى جبت الفراولة بتاعتنا الجميلة ديت وحطيت كده زي ما انتم شايفين. انا عايزه اقول لكم الفراوله اللي انا عملتها على القناه معاكم خلصت. يعني انا مكنتش عامله كميه كبيره، بجد عايزه الحق اجيب لي حبه واعملهم. والسلام عليكم.